الناس لسه بتتكلم عن لحظة الوداع المؤثرة للفنان هاني شاكر، ولسه صور البكاء والانهيار مسيطرة على السوشيال ميديا. وفجأة الجمهور اتصدم بفيديو مختلف تماما وقلب الموازين. الظهور الجديد كان للفنانة فيفي عبده وهي بتحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء صخبة ورقص وغناء، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم وائل جسار وإدوار وعمر زهران وغيرهم من النجوم. لكن اللي استفز الجمهور فعلا ان نفس الاسماء دي تقريبا كانت من ايام قليله جدا في جنازه وعزاء هاني شاكر، والحزن كان ظاهر عليهم بشكل كبير، وبعضهم كان بيتكلم بدموع عن صدمته وعدم تصديقه للرحيل. وفجاه الناس لقت نفس الموجودين بترقص وتضحك وتغني في عيد ميلاد، وده خلى التعليقات تنفجر على مواقع التواصل الاجتماعي. ازاي المشاعر بتتغير بالسرعه دي من العزاء للرقص في يومين؟ هو الحزن عند الفنانين مختلف عننا ولا الكاميرات بس هي اللي بتتحكم في المشاهد؟ واكتر حاجة ركزت فيها الناس عليها تصريحات وائل جسار اللي اتكلم عنها فيها عن هاني شاكر بحزن شديد، ويقول انه فقد صديق عمره وقدوته. وبعدها بفترة قصيرة ظهر هو بيشارك في أجواء الاحتفال بشكل طبيعي جدا، وده خلى ناس كتير تعتبر إن في تناقض كبير بين الكلام والمواقف. أما في عبده فتعرضت لانتقادات ضخمة، خصوصا إن ناس قالت إن حتى لو عيد الميلاد كان متأجل كان ممكن الاحتفال يتم بهدوء أو يتأجل مرة تانية احترام لوفاة الفنان كبير زي هاني شاكر. وفي المقابل فريق تاني دافع عنه وقال إن الفنانين بشر برضه، والحياة عندهم مليانة ارتباطات ومواعيد، وإن الحزن على شخص مش معنى الإنسان إنه يوقف حياته بالكامل. لكن مهما كانت التبررات الجمهور فضل شايف إن التغييرات السريعة من مشهد العزاء لمشهد الرقص كان صادم جدا، وخلى ناس كتير تسأل هل الوسط الفني فعلا بقى بيتعامل مع كل حاجة بسرعة، ولا احنا اللي بقينا نشوف كل التفاصيل لحظة بلحظة بسبب السوشيال ميديا؟